السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بإذن الله جبت لكم أسهل وأروع فقاس بمكونات اللي هي اقتصادية وبطريقة اللي هي سهلة بزاف بزاف وغادي تعجبكم وغادي تولي معتمدة عندكم تحضريه، يعني تطيبيه تقطعيه في نفس الوقت، ما كياخد لا وقت لا مجهود لا حتى شي حاجة. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي داخل القناة كيشوف هذا الفيديو كنقول لكم الف مرحبا بكم فيها. ما تنساوش الاشتراك والبارطاج مع الحباب. بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ 3 الحبات ديال البيض كنديرهم في كسريه، وغادي ندير معاهم واحد الرشيشه ديال الملح، وهنايا غادي ندير كاس سكر. مهم كتخصو واحد المعلقه ديال السكر باش يعمر كاس. ممكن تعمروا كاس، ممكن ديروا بحال هذا الشكل هكا اللي درت انايا، اللي ما كيبغيش حلو بزاف. هنا غادي نطرب مزيان مزيان فقاس بالبرتقال، كيجي يا سلام بواحد المذاق اللي لذيذ 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 بزاف. جربيه بهذه الطريقه، والمكونات كما شفتوا معايا قليله فيه، يعني ما كتيراش، والنتيجه يا سلام مبهره. بعد ما طربت هذاك البيض مع سكر سنيده كنزيد كاس ديال الزيت. شفتوا كما قلت لكم مكونات راها بسيطه والنتيجه يا سلام. هنايا عندي البرتقال اللي عاد عصرته، غادي نعمر كاس. وهنا هادشي اللي شاط ليا في الزلافه غادي نحضر به واحد الفقاس ثاني اخر، غادي نديرو مسوس، وهذا غادي نديرو ان شاء الله حلو. المهم انا غادي نحضر معكم غير هذا اللي حلو، الا جيت بين نحضر المسوس غادي يجي الفيديو طويل بزاف. يعني نفس المقادير غير السكر. المسوس ما كديرش السكر. هنا صافي من بعد ما طربت، هنا عندي 2 معالق كبار ديال النافع، وهاد الزرارع او الجنجلال درت معلقه واحده. غادي نخلط مزيان مزيان الخليط حتى كيتخلط، وديك الساعه غادي ندير واحد المهم اللوز كيبقى على حساب الكميه انت اللي باغيه ديري. المهم انا درت واحد شويه ديال اللوز. ممكن تعوضوه بكاوكاو، الا مبغيتوش ديروا اللوز ممكن تعوضوه بكاوكاو اللي كتكونوا مبيتينو في ماء الزهر. انا اللوز درتو نيشان، واحد ما يعني ما مرقد ما حتى شي حاجه، يكون محمر غير واحد شويه، والكميه على حساب داكشي اللي متوفر عندك. صافي هنا غادي نخلطوا الخليط مزيان مزيان حتى كينسجم، كيجي هذا هو الشكل ديالو. كندير خماره ديال الحلوه من وزن 8 غرام، وكيس ديال الفاني من وزن 7 غرام، والدقيق المغربل من طبيعة الحال. والحاجه اللي زوينه في هذا الفقاس اللي غادي نحضر معكم اليوم هو ماشي من النوع اللي كيبات، يعني كياخذ لك الوقت وياخذ لك المجهود. كتخلي هذوك الحربولات وتبيتيهم تصبحي عليه، هذا بيه فيه يعني في وقته كتحضريه. ما شاء الله كيجي زوين 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 بزاف. كنتمنى اخواتي يعجبكم، وإلا جربتوا الوصفه ما تنسوش تخليو ليا يعني تعليق باش نعرف راني حضرت معكم شي حاجه اللي هي زوينه كتستحق التجربه. هنايا غادي ندير الدقيق على حساب عيني ميزاني. هنايا درت واحد الكميه حيت عارفه مازال غادي يخصني الدقيق، وغادي ندير بشويه بشويه. ما تنسوش الخليط ديالنا رانا دايرين فيه العصير ديال البرتقال، كيلصق لينا في الاخير. ملي كنجمعوا العجينه كتكون شويه كتلصق، يعني ماشي بحال الفقاس اللي ما كيكونش فيه البرتقال. المهم العجينه حنا غادي نتماشاو معها، غادي نجمعوها وغادي تشوفوا معايا كل شيء راني دوزتو لكم بالتفصيل. هنا غادي نبقى ندير بشويه بشويه ديال الدقيق، غادي نجمع العجينه وغادي تشوفوا معايا العجينه ديالو ان شاء الله. راهو كيجي بنين، والصوره راه كتعبر على كل شيء اللي حطيت لكم في الاول ديالو. كيجي زوين ومقرمش، واهم شيء في الوصفه ديالنا هو ساهل كما شفتوا معايا خدمته غير 3 الحبات ديال البيض. هنا الخليط عندي خفيف، غادي نبقى نزيد بشويه بشويه ديال الدقيق حتى كيرجع بحال هذا الشكل هكا. العجينه ماشي كاع كتلصق ولا شي حاجه بزاف، مهم غير العجينه كتجي يعني مختلفه اللي كيكون فيها العصير. هنا خديت صينيه درت فيها ورق الزبده، خديت هذا الحربول كما شفتوا معايا غادي نحربلو كما قلت لكم. فقاس اسهل فقاس اللي جبت لكم اليوم، والله العظيم الا ساهل وكيجي زوين، يعني حلفت لكم كيجي زوين وكيجي بنين ما تسالوني حلوف، حيت حاجه كتستحق التجربه. كيجي زوين وكيجي بنين، واهم شيء هو ساهل. المبتدئات كنصحكم اليوم تجربوا معايا هذا الفقاس. الناس اللي كيعشقوا الفقاس وكيبغوه غير جربي هذا بعينك مغمضين، ما ياخذلكش الوقت، يعني غادي تخدميه في نفس الوقيته.
صافي هنايا غادي نشكل هاد الحربول. شوفوا معايا، حطيته في صينيه اللي دايره فيها ورق الزبده، ما كانش متوفر ورق الزبده. كدهني الصينيه بشويه ديال الزيت. كناخذ الحربول الثاني، غادي ندير ليه نفس الشكل. درت انا ما شاء الله. غادي نديرو هاد الفقاس اليوم، غادي يجي يعني فقاس كبير وزوين. وهنايا عندي واحد الصفر ديال البيضه، غادي نطربو مزيان وغادي ندهن هذا الفقاس كما شفتوا معايا. دهنته بالصفر ديال البيضه. وكناخذ فرشاه كندير هاد الخطيطات بحال هاد الشكل هكا عشوائيين. وضروري ما نتقبوه. الناس اللي ما كينجحش ليها الفقاس وكيتفرق عليهم وكيتشتت في الصينيه وما كيجيش زوين واخا كتبيتيه ولا هكا. المهم نصيحه مني، كتاخدي عويد هكا ديال السنان ولا شي كوردون وكتبداي تقبي هذاك الفقاس من الجناب ديالو. انا راني درت هاد الفرشيط وخديت واحد العويد ديال الحباق وبديت كنتقب به الجناب كاع هاد الجنيبات ديال الفقاس ومن حتى من الفوق ديالو باش ما تقبتوه احسن وراه ما غيبانش منين طيبوه. المهم انا درت ليه غير تقيبات هكا قلالين وغادي ندخلو الفران يعني عادي الطياب ديالو. الفران دخلت ليه، دخلت الصينيه الفران اللي سخن مزيان وخليته حتى طاب من التحت. شعلت ليه شويه من الفوق شد الطياب وغادي نخرجوه هنا كما شفتوا معايا. هاد الزيف ديال الخبز يعني دايره على زوج مع مركز ديال الماء وكنرش هاد الزيف من فوق هذيك القطعه. انا دوزت لكم يعني كل القطع باش ان شاء الله ينجح معكم وكنتسنى تعليقاتكم. الله يحفظكم. هنا خرجته من الفران كما شفتوا معايا ما شاء الله. شوفوا معايا كيجي زوين بزاف. انا ما درتش القهوه مع الصفر ديال البيضه اللي كيعجبو داك الشكل ديال القهوه كيجي مع البيض وكيجي هكا في داك اللون بني. ممكن ديري شويه ديال القهوه مع داك الصفر ديال البيض. انا اليوم خليته غير هكا، اخترته هكا مادام فيه البرتقال خليته عادي طبيعي. صافي هنايا درت هذاك الزيف خليته تقريبا 10 ديال الدقائق 15 دقيقه ما تفوتوها ليه. 10 دقائق 15 دقيقه. هذا الفقاس اللي حضرت معكم اليوم هذه هي الطريقه ديالو. شوفوا ما شاء الله. تنجيلي هنا لقيته مازال باقي سخون باقي دافي ما شاء الله تبارك الله، ما تيتقطع ما حتى شي حاجه. هنا درت التجربه مازال فوق هذا الزيف ديال الخبز لقيته ما شاء الله يعني لا تفرتيت لا حتى شي حاجه. صافي غادي نحيد بحدا بحدا حيت باقي سخون عندي. غادي نديرو فوق القطعه وغادي نقطعو وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله ما تيتكسر ما تضيعي منه ما حتى شي حاجه. كما كتحضري دوك الحربولات كما كتقطعيهم. صافي هنا غادي نبدا نقطع وهاكم غتشوفوا معايا حتى هنايا فاش ديتو راني غادي نقطعو هنايا. شوفوا ما شاء الله اخواتي. هاد الفقاس كيستحق التجربه والفيديو كيستحق المشاهده. كنتمنى تبارطاجيوه مع الحباب ديالكم والمعارف ديالكم باش تعم الفائده في مواقع التواصل الاجتماعي من طبيعه الحال. واللي كيزوروا القناه اول مره كنقول لكم الف مرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بالفيديو فاش نحطو يوصلكم. شوفوا ما شاء الله. هنا صافي كي غادي نقطعو غادي نحطو في الصينيه. غادي ندخلو الفران اللي باقي عندي سخون اللي دابا طيبت فيه. غادي نخليه حتى كيطيب من العافيه راه كاينه غير من التحت. المهم نحاولوا نقصوا ليه العافيه في الطيبه الثانيه راه دغيا كيطيب ونخلوه حتى كيطيب من التحت. كنهزو الصينيه وكنقلبوا هذوك الحبات ديال الفقاس للجهه الثاني كيتحمر وكنخرجوه من الفران وغادي تشوفوه معايا منين نخرجوه ما شاء الله ما شاء الله كيجي زوين بزاف. شوفوه ما شاء الله يعني ما كاينه حتى تكسار ولا ضياع نهائيا. كوني متيقنه من هاد الوصفه غتنجح لك 100%. غير تبعي الطريقه والمقادير اللي حطيت لكم انايا دابا في الوصفه واللي ذكرت لكم. انا كنقطعو كله وديك الساعه كما قلت لكم غادي يدخل الفران وغادي يطيب وغادي نوريكم النتيجه النهائيه ديالو بعد ما كيطيب وغادي نقطعو معكم تشوفوا معايا الشكل ديالو.
شوفوا معايا ما شاء الله الحبات تبارك الله راني درتو كبير، واللي باغي يدير ينقص منهم يعني كتنقصي ما كتخليش التقطيعه تجي طويله. هنا راني كي كنطيب حطيته عشوائي هكا فرغت الصينيه هكا في الطبسيل، وراه التقديم في الاخر غادي تشوفوه معايا كما شفتوا في الاول. هنا هذه هي النتيجه ديالو. شوفوا ما شاء الله على فقاس كيفاش كيجي الريحه يا سلام. بالبرتقال والمذاق ما نعاودوش الهضره، حتى تجربوه ان شاء الله وتشوفوا كيفاش كيجي. كنتمنى اخواتي وصفات اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك اللي ما دخلش معنا للقناه، كنقول لكم الف مرحبا بكم. وهذه هي الوصفه ديالنا، وهذا هو الشكل ديال الفقاس ديالنا. كنحاول نقرب لكم الصوره، شوفوا معايا كيفاش كيجي.